يسعد أوقاتكم حبايبي متابعي بسكوتات، معكم سهى. اليوم إن شاء الله رح نحضر كيكة هشة طرية ناعمة. رح نستخدم فيها مكون سري. هذا المكون السري هو سر طراوة الكيكة، رح يعطيها نعومة وبنفس الوقت رح يعطيها قيمة غذائية عالية. كمان رح استخدم بهاي الكيكة الجوز المحمص لأني رح يضيف نكهة مميزة، ورح نستخدم كمان الزبيب، وكمان رح نستخدم شوية بهارات. إن شاء الله هاي التوليفة رح تعجبكم كتير. رح أحضر معها كريمة الجبنة بالبرتقال، كريمة الجبنة مع نكهة البرتقال مع المكون السري. بصراحة توليفة نكهات كتير كتير رائعة. الأشخاص اللي متابعيني من زمان ومتابعين القناة بيعرفوا وعندهم ثقة بوصفاتي، لذلك بنصحكم إنه تجربوا هاي الكيكة لأن إن شاء الله كتير رح تحبوها ورح تعتمدوها بالأيام الجاية. لحتى تتعرفوا على هذا المكون السري اللي بيعطينا هالطراوة وهالطعم الطيبة. شوفوا منظرها ما أحلى، شوفوا مع كريمة الجبنة ونكهة البرتقال كتير كتير طيبة. خلونا نروح سوا على المقادير ونتعرف شو هو هذا المكون السري اللي عم بيعطيني كيكة هشة ناعمة ورائعة جدا جدا. بالبداية في عندي 3 حبات بيض حجم كبير، 255 جرام من السكر، كوب من الزيت يعني 250 ملي، 100 جرام من الجوز طبعا مقطع ومحمص، لازم يكون محمص، 375 جرام من الطحين، والمكون السري 375 جرام من الكوسة المبشور. ما تستغربوا، الكوسة كتير رح يعطي نكهة طيبة، وأساسا الكوسة حيادي بس رح يعطيها طراوة وفائدة. في عندي فانيليا مركزة، عندي 2.5 معلقة صغار من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، معلقة صغيرة معلمة من القرفة، رشة ملح صغيرة، في عندي كمان جوز الطيب، وعندنا كمان 100 جرام من الزبيب. نبدأ بطريقة تحضير كيكة الكوسة. أول شيء الزبيب بنقعه بشوية مي وبتركه لمدة 10 دقايق لحتى يطرى، وبعد هيك لازم أصفيه. طبعا ما بينفع أن نضيفه مع المي، بنصفيه. تاني خطوة رح ننخل الطحين مع البيكنج باودر بكربونات الصوديوم وكمان مع القرفة. ضروري عملية النخل لأني بتوزع البهارات والبيكربونات والبيكنج باودر بقلب الطحين، وبنفس الوقت بتهوي الطحين وبتخليه هش. رح نضيف عليها رشة ملح. رشة الملح تعادل 8 معلقة صغيرة. بعدين رح أبشر عليها جوز الطيب. صراحة أنا جوز الطيب ما بجيبها مطحونة، كتير بحب إني أضيفها تازة، بتفرق كتير معكم بالنكهة. رح نضيف تقريبا حوالي من ربع لنص معلقة صغيرة، أكتر من هيك ما بنحتاج. بنقلبهم كلهم مع بعض ورح نترك الطحين على طرف ونبدأ بتحضير بقية الخطوات. عندي 3 حبات بيض، رح أضيف عليهم كمية السكر وكمية الزيت، بعد هيك رح أضيف عليهم الفانيليا. أنا بستعمل فانيليا مركزة لذلك باخد كمية كتير صغيرة، أما إذا عم تستعملوا الفانيليا العادية الباكيتات فضيفوا باكيت فانيليا. بعد هيك رح نخفقهم مع بعض لمدة 10 دقائق. إذا كنتوا أول مرة عم بتتابعوني يا ريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم الفيديوهات الجديدة. رح نستمر بخفق البيض مع السكر مع الزيت مثل ما قلنا لمدة 10 دقائق لحتى نحصل على مزيج كريمي بيكون هش ولونه صار أفتح. بعد ما نوصل لهالمرحلة رح نشيل مضارب الخفاقة لأني ما عاد نستخدمهم.
بعد هيك لأني رح نحرك المكونات بشكل يدوي. رح نضيف كمية الطحين اللي نخلناها مع البهارات، كمان رح نضيف الكوسة المبشور، وكمان الجوز المحمص، وآخر شيء الزبيب. طبعا الزبيب مثل ما قلت لكم أنا صفيته من المي، ورح نبدأ نخلطهم بمعلقة خشبية بهدوء، ما تستعجلوا بهي المرحلة. نخلطهم من الأسفل للأعلى لحتى يصير عندي خليط الكيك متجانس. طبعا ما ننسى انه بهاي الفترة نكون شغلنا الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ومثل ما تعودتوا دائما بقولكم انه الفرن بعد ما تشغلوه تركوه لمدة ربع ساعة لحتى يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. وطبعا اكيد بنثبت الرف الاوسط بالفرن. بهالشكل بيكون عندي خليط الكيك جاهز، ورح نصبه بالقالب. طبعا انا بستخدم القالب العادي المرتفع من الوسط، وانا دهنته بالزبده. بتدهنوه بطبقه منيحه من الزبده وبترشوه بالطحين كمان طبقه محترمه من الطحين. بنحط الخليط بقلب القالب وبندخله بقى على الفرن. رح ياخذ بالفرن حوالي ساعه. طبعا نحن بعد 50 دقيقة ممكن نختبر الكيك. نختبره بالطريقة التقليدية بواسطة عود أسنان. بنشك عود الأسنان فيه، إذا كان العود طلع نظيف معناتها الكيكة صارت مستوية. وأكيد بنشغل الشواية لمدة دقيقتين فقط بآخر مدة الخبز. بعد ما يطلع من الفرن نتركه على رف شبكي لمدة 10 دقائق لحتى يرتاح. بعد مرور 10 دقائق بنقلبه على نفس الرف وبنتركه لحتى يرتاح تماما. بعدها رح ننتقل لتحضير كريمة الجبنة. هلا بصراحة أنا هون محضرة نص المقدار من كريمة الجبنة، ولكن بصندوق الوصف رح أحط لكم المقدار كاملا. عندي 125 جرام من الجبنة الكريمية، رح أنخل فوقها 40 جرام من السكر البودرة، ورح أضيف عليها معلقة صغيرة من برش البرتقال، نص معلقة صغيرة من عصير البرتقال، ورح أخفقهم مع بعض لمدة 3 دقائق. مثل ما قلت لكم هاي الكمية هي عبارة عن نص الكمية. فيكم أنتم تحضروا الكمية كاملة، مثل ما قلت لكم كل المقادير رح تكون مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بصراحة أنا هاي الكريمة ما بزين فيها الجاتو، أنا بحطها بصحن جنب الكيك وكل شخص بيضيف حسب رغبته. في أشخاص بتحب تاكل الكيكة بدون كريمة، في أشخاص بتحب تحط كريمة زيادة، فهذا الشيء بيرجع لذوق كل شخص. وبتمنى أنكم تجربوا الكيكة لأني كتير طرية وكتير طيبة، وإن شاء الله رح تعجبكم. وإذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. ولهالوصفة وغيرها من الوصفات المجربة ممكن تزوروا موقعي biscotart.com. باي.